مرحبا بكم في قناة أوس. بالماضي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف مصير عوار. يعود جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في الساعات القليلة القادمة إلى الجزائر لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر الإعدادي الذي يخوضه المحاربون في الفترة الممتدة بين 14 و20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي أن بالماضي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل بالمركز التقني سيدي موسى بالعاصمة الجزائر على أن يدوم نصف ساعة فقط. ومن المرتقب أن يتطرق بالماضي إلى أبرز المستجدات المتعلقة بالمنتخب الأول، ومن بينها قضية انضمام الثنائي حسام عوار لاعب نادي ليون الفرنسي وريان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي. أشار إلى أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، الأولى ستكون ضد نظيره المالي يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري قبل السفر إلى مدينة مالمو السويدية لملاقاة منتخب السويد يوم 18 من ذات الشهر. مرحبا بكم في قناة أوس فوت.